رجعنا تاني بعد ما خدنا الفاصل الطويل اللي انا قلت بقى معلش انا كنت بحمر الشعريه زي ما انتم شفتوا، بس طبعا ما اقدرش استنى عليها اكتر من كده. يا دوبك انت هتحمري الشعريه هيبقى لونها كده فاتح وحلو، وبعد كده بتبتدي تحط الرز. هتسيبيهم ياخدوا الرز يشخلل كده، يعني مش اول ما تحطيه تروحي حاطه عليه الميه، سيبيه يسخن شويه مع الزيت ومع الشعريه عشان لما تحطي الميه ما يلتش ويتعجن منك. وبعدين لو انت كمان احسن حاجه تزوديه ميه سخنه او شوربه سخنه يطلع معاكي مفلفل وزي الورد زي الورد. الرز بتجيبي نص كيلو رز وكوبايه شعريه وشويه ملح، وتروحي على طول محمره الشعريه. اول كده ما تاخد لون حلو تروحي حاطه عليها الرز وتروحي حاطه الملح وتروحي بس تسخنيه كده وتديله المقدار بتاعه سواء كان شوربه او كان ميه. هتسيبي عقلة صباع برضو، هرجع اقول هتسيبي عقلة صباع فوق وش الرز بس عشان خاطر يطلع معاكي مفلفل وحلو ويطلع يعني مش ملتوت ومش معجون. عاوزه تعملي رز ابيض براحتك اللي انت عاوزاه. ريهام ازيك يا مدام غاليه؟ ازيك يا ريهام؟ عامله ايه؟ مبروك على ياسين. ان شاء الله تسلمي، الله يبارك فيكي. انا عندي عروسه دي حلوه ايه؟ ربنا يخليكي يا ست الكل، كل سنه وانت طيبه وبخير. ربنا يخليكي، حبيت اسلم عليكي وحبيت اسلم عليك. تسلمي يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه ودايما كده. شوفي انا ما حدش صبر عليا، بس انا يعني دايما اقول ان الصبر مفتاح الفرج. لا ربنا يعينك ويقويك. وبعدين اللي يصبر على المر لابد يدوق الشهد. اديني صبر، عمالين يستعجلوني يستعجلوني يستعجلوني. معلش بقى متغلي، خليكي انت كبيره وابن اخواتك الصغيرين. ربنا يخليكي، انت كبيره مقام. ربنا يخليكي يا مدام تانية. كل والدتي قاعده تسلم عليكي. سلمي لي عليهم كلهم وقولي لهم يعملوا النهارده بقى عصير كيوي، بما ان الكيوي رخيص والواحده بجنيه وب50 قرش، يعملوه كده وتبقى حاجه طبيعيه وحلوه، العيال كده يشربوها ويتبسطوا. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مدام غاليه؟ تسلمي وتعيشي، اهلا بيكي. عامل ايه يا ياسين؟ مبروك على ياسين. يبارك لي في عمرك. مبروك حبيبه يا رب. لا كفايه كده، ده ستوب قوي. لا احنا عايزين تجيبي لنا منه ثاني وخلاص. لا كفايه كده، حلو قوي، بس ربنا يبارك في الموجود. خد محمد حفيظ عايز يسلم عليك. هاتيه. ازيك يا حماده؟ ها؟ ازيك غاليه؟ الله يخليك، انا كويسه. انت كويس؟ انت كويس حماده؟ زي ياسين كويس وبخير وبيسلم عليك. الحمد لله. كل سنه وانت طيب يا حبيبي، شرفتونا. مع الف سلامه. هنبص على الرز. الرز اول ما يتشرب ويتكتك توطي عليه، لسه ما خدش الغلوه. اما نشوف ده طاجن الباميه جوه بيقول نيني نيني لما يجي حبيبي ياكلني. بصراحه مش عاوزه اقول لما يجي العبيط يشتريني. جوه هيكمل سواه، وخليه على نار هاديه. لو ما عندكيش فرن زي ده خليه في البوتاجاز، نار هاديه كده حلوه، هيطلع معاكي مستوي زي الفل. اهو انا مش سخن قوي على ايديا على فكره. اهو قربته لك اهو، شفته كده حلو. بس كده خليه على نار واطيه كده يكون حلو. والرز ياسمين، الرز هنوطي عليه يتشرب عشان الاكل ده النهارده. بصراحه انا الاكل ده هبعته هديه للاستاذ محمد عبد الله. لازم النهارده الاكل ده هديه ليه. تمام يا ريس؟ ايوه على قلبك. اي حبيبتي، اهلا بيكي. السلام عليكم. ازيك يا ست غاليه؟ الله يسلمك، تسلمي. عامله ايه يا حبيبتي؟ تسلمي وتعيشي، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي، تسلم ايديكي. الحاجه اللي بتعمليها تحفه وانا بحبها جدا جدا، وربنا يبارك لك في ياسين يا رب.
الله يخليك ويفرحك بيه دايما يا حبيبتي ان شاء الله. تسلمي وتعيشي يا ست الكل. بحبك وبحب اكلك وبحب امثالك وبحب كل حاجه كل حاجه. يعني بتحبيني وانا بعمل الاكل الارداحي ده؟ كل حاجه. ربنا يكرمك يا رب ويبارك لك واكلك جميل بس انا ليا بس تعليق صغنن بس قوي يعني. قولي. بس نقلل الزبده شويه، ولو تقدري تقولي لنا اكلات يعني ينفع نحط فيها زيت بدل زبده. شيلي ده وحطي ده اللي يعجبك، مطبخك ما حدش ليه حاجه عندك، مش فارقه يعني. اللي يجي على مزاجك حطي. يمكن غاليه عشان تخينه شويه ومدبدبه فبتحطي حته سمنه كبيره، ربنا يكرمك. انت حطي حته سمنه صغننه. خلاص ربنا يكرمك ويبارك لك وما يحرمنا منك ابدا ويبارك فيكي ويبارك لك في ياسين يا رب. تسلمي وتعيشي يا خدي ست. بنتي نور عايزه تكلمك. هاتيها على راسي. معاكي يا حبيبتي. يا نور. انا ازيك يا نور يا نواره؟ ازيك؟ بحبك قوي. وانا بحبك قوي. يلا نغني مع بعض. انت غالية. يا حبيبه الست غاليه. كل سنه وانت طيبه. بحبك. جبتي الفانوس ولا لسه؟ مش قادره اقول لك يا ست غاليه بتحبك قد ايه وبتقعد تتفرج عليكي عليكي معايا. ربنا يخليها لك. ست غاليه جت. بس قولي لي ايه رايك في الحكايات اللي انا بحكيها كل يوم دي؟ جميله يا ست غاليه والله. ربنا يا رب يبارك فيك يا حبيبتي. حلوه يعني قوي اكمل احكي للعيال حكاوي حلوه؟ ايوه كده. طبعا عشان لازم برضو كده يبقى في شويه افاده كده صغننه للاطفال يعني. ربنا يبارك لك في اللي عندك. ربنا يكرمك يا حبيبتي ويديكي الصحه يا رب ويبارك فيكي. تسلمي شرفتينا. هنرجع بقى لعصير كيوي. انا وطيت على النار وطيت بس عاوزين نوطي اكتر. يا ملك. ايوه. ايوه السلام عليكم. كده. ازيك يا ملك؟ اهلا ازيك. انا بقالي دلوقتي اكتر من نص ساعه يعني على الهوا واتنين تاني اتكلموا قدامي. حقك عليا. حقك على راس غاليه. طب كلميني وبعدين كلمي التانيين اللي بعديا. معلش حقك عليا. حقك عليا. هم لسه موصليني بيكي دلوقتي. اوعي تزعلي ولا تاخدي على خاطرك، والنبي يا اختي اودي لك العصير والحاجه لحد عندك وما تزعليش كده. الله يخليكي. انا من حبي فيكي بتكلمك. اهلا وسهلا بيكي. وبعدين انا اول مره حتى اتصل بيكي. اهلا بيكي وشرفتيني وعلى راسي. وعشان اول مره تكلميني تبقي زعلانه مني؟ لا انا مش زعلانه منك بس هم اللي قتلوني يعني. معلش حقك عليا انا. ما تزعليش ما لو تزعليش. سمحتي عايزه طريقه الفرخه اللي انت كنت عاملاها من يومين اللي هي مشويه دي. طب عشان خاطرك هي محطوطه على الفيسبوك، بس عشان خاطر ما تزعليش لو سمحتوا يا جماعه في الكنترول نزلوا لها المقادير وانا هشرحها لك تاني على عيني. الله يخليك الله يخليك. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وبوسه اهي من غاليه. الله يخليك الله يخليك. ميرسي قوي قوي قوي. الف سلامه يا قمر. هنحط الكيوي وهنحط معاه السكر على حسب ما تحبي على حسب رغبتك. عاوزه تحطي لبن حطي، عاوزه تحطي ميه ساقعه حطي، اللي يجي على مزاجك وتحبيه حطيه. ما حدش هيقيدك بحاجه. اللي انت عاوزاه اعمليه اهو. وبعدين يا ست الكل ده انت ام الخير، المتربى على الخير يشم ايده يشبع. ما تزعليش مننا. الفيشه فين اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله. هتصبيه بقى كده اهو. ما تخليهوش عصير يعني، خلي فيه كده ايه زي احنا كده لما نيجي نشرب عصير ويكون غالي قوي وندفع فيه دم قلبنا يقوم يقول لك ايه اصل عصير طبيعي وفيه مش عارفه فتافيت المانجا وفيه فتافيت ايه. فانت لما تيجي تعملي عصير خليه شويه مش مطحون قوي. انا عاوزه احط له كمان شويه مانجا. ده انا بقى جبته ده مش مكتوب في المقادير. ده بقى شويه مانجا كده ممكن تكمليهم بيه يدي طعم حلو هنا او هنا. وفاكرين امبارح احنا عملنا حاجه كويسه قوي. لما عملنا البيتزا بصوص الفراوله فاض عندنا شويه، هنحط برضو منهم شويه اهو. انا يعني ما برميش حاجه ابدا وبستفاد من كل حاجه اهو. ادي العصير، في مانجا، في صوص فراوله، في كل حاجه العيال يشربوها بألف هنا وشفا على قلبهم.
معانا بقى مقادير الفراخ عشان ست الحبايب اللي طلبتها ما تزعلش مننا. قدام عينك اهي يا ست الحبايب، ولا تزعلي ابدا ولا حد يزعلك. وبعدين حطي كل المقادير على قلب بعضيها، كلها على قلب بعضيها. وبعدين ايه، لو حبيتي تخليها مثلا ساعه ساعتين مش هيجرى اي حاجه، سيبيها متبله كل ما تسيبيها في الخلطه تبقى حلوه وجميله وما فيهاش اي مشاكل. اهو اشربوا بقى عصير كيوي زي الفل. عاوزه اشوف الطاجن، شوفي الطاجن بس الاول. اللهم صل على النبي. انا عاوزه اطفي عليه. ايوه الله، ده انا يتقال عليا شيل ايدك من المرق يا غاليه لا تتحرق، بس مش مشكله. اللهم صل على النبي. الف هنا وشفا على اللي هياكله. لا تقولي لي بقى انا مستنيه اكل لحمه ولا مش عارفه ايه، هو من غير لحمه ومن غير حاجه هيطلع معاكي طاجن زي الفل، وجنبه شويه الرز تاكلي وتشبعي وحاجه هنا، مش محتاج اي حاجه خالص. شوف الرز كمان، وادي الرز كمان اهو. المعلقه وقعت ناخد غيرها اهو. الرز بصي هيطلع معاكي برضو مفلفل، الرز ابو شعريه اهو. ده جنب طاجن الباميه ولا طاجن الخضار زي الفل. طبعا انا ما عملتش المايله، كل الستات بتعرف تعمل الرز وبتعرف تطلعه كويس، بس هو فيه بعد مشكله ان هو ما بيطلعش مفلفل من بعد الستات. تسيبي عقله صباع فوق وش الرز بس، ولو عايزاه يطلع كمان حلو ومفلفل بالطريقه دي، يا اما تديله ميه سخنه يا شوربه سخنه، هيبقى معاكي زي الفل. هنطلع فاصل ونرجع بقى نغرف بقيه اكلنا. والنهارده معانا مفاجاه حلوه قوي قوي، حضروا نفسكم عشان نسقف مع بعض.